عملتي انواع صابون كتير وطلعت مش حلوة وبتدهن وبتفصل وفيها مشاكل كتير، صابون السائل. تعالي نعمل اروع صابون سائل خام بمكونات سهلة وبسيطة ومن بيتك، مش هنجيب اي حاجة من بره ان شاء الله، بطريقة جميلة جدا جدا، بالطريقة والنتيجة خرافية، احسن واقوى في الجودة بتاعته من الجاهز. عملنا البريل الاصلي احسن من البريل الاصلي نفسه بطريقة بسيطة جدا جدا جدا، صدقيني انت هتبهرك النتيجة. انا من الناس اللي ما بحبش ان انا ادعك كتير في المواعين، علشان كده دايما بدور على الوصفات اللي هي تخلي المواعين تلمع وبتبرق بسرعة من غير ما اقعد ادعك واتعب في نفسي. كمان يهمني جدا في المنتج انه يكون امن على الايدين، لانه انا ايديا حساسة جدا. الصابون اللي انا بشتريه من بره جاهز ده ايا كان نوعه يعني بيعمل لي مشاكل في الضوافر كده، وتلاقي ضوافرك اتخشنت وقطعت وبقت حاجة صعبة. اما الطريقة دي او الصابون ده او الصابون اللي انا بعمله عامة على ايدي ما شاء الله بيكون حلو جدا جدا. عايزة اجرب لك الصابون ده كده في يعني صينية محروقة تقريبا. خدنا حتى شوفي قد ايه، يعني حاجة بسيطة خالص. اولا الصابون ده خام، تحتفظي بيه زي ما هو كده، او تاخدي منه بقى كل مره بتاخدي معلقتين 3 في شويه ميه وتحطي عليهم معلقه خل وتدعكي بيهم المواعين بتاعتك في منتهى الجمال والروعه. بصي انا مش متمكنه كمان من الصينيه قوي، زي ما انت شايفه كده ما شاء الله، مجرد ما الليفه بس بتمر على الصينيه كل الحروق والحاجات البقع اللي فيها بتروح. هوريكي برضو الظهر منها فيها، لان فيها في الجناب كتير حاجات بس مش باينه في الكاميرا، محروقه متحروقه من الفرن. ما شاء الله بجد النتيجه ابهرتني. وطريقه الصابون ده هتعجبك قوي قوي، وانتي مش هتصدقي قد ايه الدنيا بسيطه وسهله. يعني كنا بنعمل صابون زمان كنت تحسي بيه ان هو بيديكي دهن كده، او تحسي ان الزيت طالع مدهن على المواعين وانت بتغسليها. ان شاء الله مش هتلاقي المشكله دي خالص، او ان الصابون يفصل معاكي بعد شويه برضو مش هتلاقي المشكله دي ابدا. بس دايما الانواع اللي احنا بنعملها على ايدينا دي ما يفضلش ابدا ان احنا نعمل بكميات كبيره. الاضاءه عندي مش حلوه فمش باين قوي قد ايه الصينيه ما شاء الله بتلمع، بس هي والله في الطبيعه بتلمع قوي. انا بحاول اطفي الفلاش ولا اي حاجه علشان ابين لك قد ايه الصينيه بقت جميله، والله الكاميرا ظلماها 100%. اول حاجه معانا الصابون البلدي بتاعنا اللي احنا بنعمله على ايدينا في البيت، بتعمليه بالزيت المستعمل، بنعمله بحاجات بسيطه. طريقه الليمون دي الصابون ده انا كنت عاملاه بالليمون، ريحته خطيره والله العظيم، وانت بتبشريه كده ريحته تحفه، مش زي الصابون اللي بتشتريه ابدا اللي ريحته بتكتمك ده خالص. بشرتي كده صابونتين من اللي احنا عاملينهم مع بعض. ولو عايزه طريقه الصابون الصلب ده اكتبي لي في التعليقات وانا احط لك الرابط بتاعه. بقوه الليمون خطير والله العظيم في منتهى الجمال. بشرت الصابونتين كده، لو انت حابه تضاعفي الكميه مفيش مشكله، لكن ما تعمليش اكتر من كده. يعني اكتر من انك تضاعفي الكميه دي 4 صابونات ما تعمليش اكتر من كده، عشان ما يبوش عندك ما يحصلش له اي مشاكل. الصابون المبشور ده هنضيف عليه حوالي لتر من الميه العاديه خالص من الحنفيه، وهنزل عليه ب3 معالق كبار من السكر. السكر حلو جدا بيعلي الرغوه وبيزود قيمه الصابون، يعني بيظبط الصابون معانا. هنقلب كده كويس، وبعد كده هناخده على نار متوسطة وتقفي جنبه او تاخدي بالك منه رايحة جاية عليه تقلبيه. ما بياخدش اكتر من 5 دقايق 7 دقايق بالكتير، مش اكتر من كده، على نار هادية او متوسطة. انا بقى ما عنديش خلق ان انا اهدي النار، وبرضو ببقى واخده بالي عشان ما ينحرقش، فما بياخدش اكتر من 5-6 دقايق على النار زي ما انتم شايفين كده. لازم تفضلي تقلبي فيه وهو على النار لحد ما تلاقيش ولا بشرايه واحده من بشرات الصابون، علشان ما تبقاش مكلكعه معاكي في الصابون بتاعك وانت بتعمليه. بسيبه بقى يهدى كده شويه، وهجيب بقى الاضافات اللي احنا هنضيف عليه. انا هنقله في طبق كبير عشان خاطر هنبدا بقى نضيف عليه الاضافات التانية. هو كده لسه سخن، نازل من على النار سخن. هبدأ اضيف كمان حوالي نص لتر من المية الباردة من الحنفية، عشان هو سخن فانا عايزة ابرده شوية.
في اقل من مفيش، يعني الموضوع كله مش هياخد معاكي نص ساعة وانت بتعملي الصابون ده. بس كمية ما شاء الله وفيرة جدا واقتصادية جدا جدا جدا، بربع تمن الصابون اللي انت هتشتريه اللي هو الخام من بره. واحلى من كده ان هو امن على الايدين، وكمان بينعم الايدين حلو قوي، ويعني بيلمع اكتر من الصابون العادي. كده انا سبته لحد لما برد شوية، يعني مش كتير، حوالي ساعة. هبدأ اضيف عليه كوباية من اي بريل خام او سائل مواعين خام يكون موجود عندك، اي نوع، مش شرط البريل. حتى لو هتجيبي من عند بتاع المنظفات لتر او يعني نص لتر من الصابون الخام، وهتاخدي منه كوباية واحدة وتضيفيها عليه. الاضافة دي مهمة، بتقوي الصابون بتاعنا، لان احنا اصلا ما بنستخدمش اي حاجة او كلها حاجات بسيطة خالص، فلازم محتاجين المواد الموجودة في الصابون. ولكن هنا انا بقى ايه، حطيت كمية صغيرة مع زودت حاجات تانية طبيعية، فبالتالي نسبة الخطورة في الصابون ده او خطورته على الايدين او على علينا في الاكل بتبقى قليلة ان شاء الله. ضفتها كده بالراحة واحدة واحدة وقعدت اقلب. انا ضفت مقدار كوباية اللي هو المج العادي بتاع الشاي ده، كوباية واحدة. بالتدريج كده ونفضل نقلبها، بتحسي ان ايه الخليط بيتقل معاكي، وهيتقل اكتر دلوقتي بالاضافة البسيطة جدا اللي هنضيفها عليه، وهتشوفي جمال الصابون هيبقى عامل ازاي. ما كله دوت ما اخدش مننا دقايق. شايفة انا اخدت يعني الازازة دي اصلا كنت واخدة منها، يعني يا دوبك خدت كوباية، مقدار كوباية بس من البريل الخام او الصابون الخام اي نوع. هنبدأ بقى نضيف الاضافات بتاعتنا. معانا معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من النشا. النشا هيربط لينا الصابون وهيخلي الكثافة زي ما شفتيها جميلة جدا، وبرضو الملح بيربط الصابون وبيخليه تقيل. وكمان النشا آمن جدا على الايدين، وهينعم ايديكي ويخليها حلوة، يعني هيقلل من اي مشكلة ممكن تحصل لايديكي من الصابون. هبدأ بقى ان انا اضيفه بالتدريج كده، وانتي خلي بالك وركزي وشوفي. بصي بيتقل ازاي بمجرد ما بنضيف الخليط ده. انا دوبتهم في كوباية مية كده، وهنزل بيهم بقى زي ما انت شايفة. مش شايفة عامل ازاي؟ شايفة تقيل جدا تحت ايدي، مش عارفة اقلبه. واخده بالك قد ايه تقل بقى زي الجل؟ ما شاء الله. لو انت حابه تفكي شويه بشويه ميه كمان مفيش مشكله. حابه تسيبيه تقيل كده، انا بحبه خام وتقيل ومركز. في ناس بتحبه تغسل بيه خام كده مركز، في ناس بتحب تزود عليه ميه يعني تكمله بالميه. ممكن الكثافه دي انت تتحكم فيها براحتك بقى. هنا بقى انا هبدا ان انا احط له لون علشان يديني اللون الجميل اللي انتوا شفتوه. اللون عادي خالص من عند بتاع الصابون، لون اخضر، يعني مش عاجبني اللون ده. انت تقدري تستخدميه كده عادي خالص، مش لازم، مش منتيش محتاجة اي لون ولا اي حاجة. عايزة بس اوريكي قد ايه الكثافة بتاعته وبقى تقيل ازاي. شايفة ما شاء الله؟ مجرد بس ما ضفنا الملح والنشا بقى عامل ازاي جميل جدا. ده اللون. بعد ما قلبت اللون سيبته بقى مع نفسه كده لتاني يوم، وده شكله تاني يوم في نفس الميعاد اللي عملت فيه، يعني بالظبط فات عليه 24 ساعة. زي ما انت شايفة كده روعة. الزمرد الاخضر مش صابون خالص، جميل قوي قوي، عجبني جدا جدا. احلى حاجة فيه انه مفيش دهننة، مفيش فيه اي، ما بيوقفش كده على المواعين زي ما بتحسي ساعات ان هو بيوقف الليفة معاكي. لا، جميل قوي قوي قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.